نظم مركز خبرة الصحراء للتوثيق والدراسات بالتنسيق مع مركز دراسات حسانية في إطار فعالية شهر التراث ورشة عملية لفائدة طلبة معهد التكنولوجيا التطبيقية بوجدور. موضوعها هو تدبير الماء في الثقافة الحسانية، القيم والرموز. ورشة يعني تفاعل من خلالها المشاركون والمشاركات مع منشطين حول الموضوع، يعني من خلال النقاش حول القيم والرموز اللي يحملها تدبير الماء في الثقافة الحسانية والخبرات الإنسانية المهمة اللي من الضروري الحفاظ عليها وترصيدها، لأنه حقيقة الحفاظ على الماء هو أو الأمن المائي هو المستقبل، وبالتالي فالاشتغال عليه من خلال التوعية والتحسيس ومن خلال نقله للأجيال شيء مهم، لأن العامل البشري والاستثمار فيه خاصة الاستثمار التربوي والبيداغوجي. وبالتالي مركز خبرة الصحراء حريص على هذه المسألة من خلال أنشطته، ونشاط اليوم يعني كان نشاط ناجح من مختلف المستويات لما يعني من تفاعل ومن توصيات مهمة. وبالمناسبة نشكر كل المتدخلين، نشكر المدير المعهد وكافة الأطر التربوية والطلبة والطالبات ومختلف يعني المساهمين في إنجاح هذا الحدث الثقافي، وشكرا. سيد محمد عمر حداد، بمناسبة شهر التراث الذي تنظمه وزارة الثقافة، حاول اليوم من خلال يعني مركز خبرة الصحراء للتوثيق والدراسات الحسانية بشراكة مع وزارة الثقافة وأيضا ب يعني دعم من المعهد التكنولوجيا التطبيقية، حاولنا تنظيم واحد ورشة عمل في موضوع تدبير الماء في الثقافة الحسانية، القيم والرموز لفائدة طلبة هذا المعهد. من خلاله حاولنا أن نقف عند مجموعة من النقاط التي من خلالها ركزنا على دور الماء في حياة الإنسان وترشيده والحفاظ عليه، ثم خرجنا طبعا من خلال هذا اللقاء بمجموعة من التوصيات حاولنا من خلالها الطلبة والأساتذة والمكونين التركيز على ترشيد الماء ويعني الحفاظ عليه. السلام عليكم. المتدرب حسن بن شعا، المتدرب لدى المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه من مدينه بوجدور. كنشكروا المعهد للدراسات والابحاث المعهد العيون للثقافه الحسانيه، كنشكروا وزاره الثقافه على هذا الشهر الثقافي اللي قامت لنا بجهه العيون الساقيه الحمراء. اليوم كانت عندنا ندوه على الحفاظ على ثروه المياه وثقافته الحسانيه. تطرقنا لبزاف المواضيع، منها من ابرزها كيفاش نحافظوا على الثروه المائيه وكيفاش نرشدوهم، والتوصيات اللي عطاونا الاساتذه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم السوداني، متدرب في معهد التكنولوجيا التطبيقيه بوجدور. اليوم كانت لي فرصه انني نحضر ورشه بعنوان تدبير الماء في الثقافه الحسانيه، القيم والرموز، اللي كان اطرها مركز خبره الصحراء للدراسه والتوثيق. ورشه اللي طرقنا لها الموضوع الماء واهميته على مستوى ثقافتنا الحسانيه، وايضا عده محاور اللي كانت من بينها سبل وطرق ايجاد الماء والحفاظ عليه اللي كانوا يعتمدوها اجدادنا، وايضا خطوره الجفاف اللي كيهدد العالم حاليا. ورشه صراحه تخطت باجواء رائعه اللي كانت من خلالها الاستفاده، وايضا اهم شيء كانت التوعيه بضروره الحفاظ على الماء اللي كان يعني صراحه هو موضوع اللي تم الاهمال ديالو كثيرا. غير من خلال هذه الندوات والورشات يمكننا اننا نوعوا الجيل الحالي اللي من خلاله غيحافظ الجيل المستقبل على اهميه الماء. شكرا. السلام عليكم. اول مره كان لي الشرف اني نحضر لهذه الندوه الجميله اللي تحدثوا فيها الاطر على بزاف د الحوايج زوينين، وكنشكروا بزاف مركز الابحاث على هذه الالتفاته اللي داروا التلاميذ ديال المعهد التكنولوجي على هذه الالتفاته اللي مزيانه، اللي استفدنا بزاف د الحوايج وبزاف د المعلومات عرفناهم اللي غادي يفيدونا في حياتنا الشخصيه سواء دابا سواء من بعد، وبزاف د الحوايج. وكنشكرهم وكنشكروا مدير المعهد على هذه الاجواء اللي دائما كيوفر لنا ان نكونوا في احسن الاحوال وان نسمعوا اي حاجه نستافدوا منها. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحميدي ابراهيم. كنشكروا اليوم مركز ديال الدراسات والابحاث على هذه الورشه اللي منها الاستفاده منها هو عن الحفاظ على الماء وعدم الاسراف فيه، وكيفاش كان في الماضي وكيفاش عاد ركاتها في الحاضر، والخزانات اللي عادت بالنسبه للمدن والحمد لله. وبضنا استفاده كبيره من عند هذا المركز هذا بالخصوص ديال الماء، كيفاش المحافظه عليه.